السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم استاد العرب. استاد العرب لكل العرب. النهاردة هنتكلم عن كل حاجة في الكرة المصرية والعربية. بس اما هنتكلم مع نجوم كبار لعبوا كورة، نجوم كبار سافروا، نجوم كبار تعبوا في الكورة قوي، عارفين كل حاجة. هناخد منهم كل حاجة جواهم من دوري أبطال آسيا والدوري المصري ودوري تونس وكل الدول العربية. معانا النهاردة الكابتن سيد حسن نجم مصر. كابتن سيد، ازي حضرتك؟ كابتن جمال، سعيد جدا بوجودي معاك، وسعيد مع محمد، وسعيد مع الراجل المخرج المحترم استاذ احمد شرباجي. الله يخليك، منور يا كابتن سيد. الله يخليك يا كابتن. ومعانا ايضا الكابتن محمد عطيه نجم مصر ونادي المحله والمدرب العام في نادي الفيوم. كابتن محمد عطيه، ازيك يا كابتن جمال؟ مبسوط اني موجود مع حضرتك النهارده، وبنتهز الفرصه دي كده بهني حضرتك بالنتائج الهائله اللي حضرتك عاملها في نادي الفيوم، وبلغك تحيات رئيس مجلس الاداره الحاج علي مسعود وجميع اعضاء الجهاز الفني وكل جماهير نادي الفيوم بالنتائج الهائله اللي حضرتك عملتها مع نادي الفيوم. ربنا يخليك يا محمد. ربنا يخليك. كابتن سيد، ايه الشياكه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ احنا دايما بنقول الشياكه دي عشان ايه؟ نهدي كابتن بقى اتعلم حضرتك دلوقتي. ربنا يخليك. يعني احنا النهارده بنتكلم، النهارده لسه طالع، لسه راجع او لسه خالص الماتشات بتاعه الدوري. في الزمالك تعادل مع طنطا ونتيجه طبعا غير طبيعيه لنادي الزمالك، والاسماعيلي كسب المصري، والمصري دي تاني هزيمه على التوالي. فانت شايف كابتن سيد اللي تعادل الزمالك والطنطا ده طبيعي مع النجوم والمدرب الاجنبي والزمالك المفروض ينافس الاهلي على بطوله الدوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا والله يا كابتن، انا اصلا ده انا حزين جدا على الاداء اللي شفته النهارده. النتيجه دي في الكوره، التعادل والهزيمه ممكن اي حد يكسب واي حد يخسر. نتيجه الكوره، انت لعيب كوره كبير وعارف. ولكن تيم الزمالك من الستارت بتاع الماتش، من اول الماتش لصفاره 45 الاولانيين هو بيدافع في نص ملعبه ضد طنطا. انا اصلا كانت مفاجاه ليا، انا مش عارف ليه كده، ليه الراجل السانسو ده اتصرف بالشكل ده. الزمالك في دروب ماشي، بس ممكن يعمل ده قدام النادي الاهلي، قدام المقصه، قدام المصري، قدام الاسماعيلي، قدام بعض الاسماء الكبيره اللي هتعرف تهاجمه. لكن طنطا فريق بينافس عشان هبوط. نادي الزمالك هو يعني مش عارف، هان عليه نفسه. نادي الزمالك 45 دقيقه بيدافع في نص الملعب وشكله وحش، الاداء سيء جدا يا كابتن. والتايم الثاني هجمه هنا وهجمه هنا. طنطا مش خايف، طنطا يا كابتن هيتجنن عشان 3 بونت، وجاب جون طبعا فيه وعليه. اللي هاجم واللي ضيع واللي جاب جون ما اتحسبش. طنطا ليه كده؟ عايز اعرف نجوم الزمالك فين؟ المدير الفني مش قادر احكم عليه 100% يا كابتن، لسه بادئ يعني، فمش هقدر احكم عليه 100%. لكن نجوم الزمالك الكبار، اسماء كبيره جدا، هم فين؟ دورهم فين يا كابتن؟ ده بوجه لحضرتك، انا حضرتك تساعدني في الاجابه يعني، وبعد كده ماتش اسماعيلي. كابتن سعيد يعني بيسالني، هو المذيع وانا طبعا اذنك اسال هعطيه وانا بقى اجاوب. ايوه كده. كابتن محمد، يعني هو الكابتن سعيد قال نقطه مهمه جدا. هل انت اللي معاك النجوم الكبار دول تلعب قصاد طنطا مدافع نص ملعب زون ديفنس؟ لا يا كابتن، طبعا انا بلعب على الطوله. المفروض متعودين من الاهلي والزمالك انه بيهاجم وضاغط الفرق 90 دقيقه. حتى الفوز لو اتاخر بيجي في الدقيقه 90 نتيجه الضغط ده. لكن النهارده برضه يا كابتن لازم نشيد بفريق طنطا، وبحيي جدا جدا اداره طنطا انها وده الفرق يا كابتن، ده الفرق من الاستقرار وفرق من تغيير المدربين والاجهزه الفنيه. فريق طنطا في اول الموسم كان بادئ بنتائج مش كويسه مع كابتن خالد عيد. كابتن خالد عيد على فكره شخصيه كويسه ومدرب كويس. الاداره اصرت انها تديله الثقه، وده كان نتاج يا كابتن الفتره الاخيره طنطا ماشي بخطى ثابته كويسه جدا. النهارده بنى عليه كويس قوي ان الاداء النهارده اداء هجومي بيجمع بنقط. حتى اداؤه قدام النادي الاهلي كان اداء كويس جدا. لكن ده يا كابتن مش متعودين من نادي الزمالك. نادي الزمالك المفروض فرقه كبيره، فرقه بتنافس على بطوله. يمكن الفتره اللي الجهاز كان من اولاد النادي، كان في وجود حضرتك والكابتن محمد حلمي والكابتن اسماعيل والكابتن محمد صلاح، كان في طفره كبيره جدا 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 في النتائج، وحققتوا نتائج هايله. لكن للاسف برضو التخبط الاداري برضو، ومش فاهم برضو امتى المستشار مرتضى منصور هيستقر على جهاز. ويا ريت يبقى من ابناء نادي الزمالك، لان مش حدش هيخاف على نادي الزمالك الا ابناء نادي الزمالك. فبنتمنى يعني ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. معظم الناس يا محمد بيقولوا ان المدرب الاجنبي اصلح نادي الزمالك، مع ان كان جهاز محمد حلمي الموسم اللي فات كسب 9 ماتشات ورا بعض بالظبط، وكان ده اكفى جهاز، ودي نتيجه ما اتعملتش من زمان بالظبط نادي الزمالك. طيب النهارده المصري بيهزم وبيتغلب بعد امضاء حسام حسن
ان هو مجدد سنتين تاني مع نادي مصر عشان استقرار. يعني تفتكر الهزيمه دي للمصري يعني والاسماعيلي مش هو الفرقه السنه دي اللي هي قويه زي المواسم الماضيه؟ طب علق بس على نادي الزمالك بقى اخر حاجه يا كابتن زي ما اتفضل اخر مره. اخر حاجه نادي الزمالك ما ينفعش يا كابتن مع احترامي لكل المدربين بتاع الزمالك الكبار، لازم نادي الزمالك مدير فني اجنبي كبير. اجنبي لازم. بص كل الناس بتقول كده. ما مع فيش ان كلام. النتائج كانت مع حلمي احسن بالظبط. نتائج. والمستشار مرتضى منصور سايبه النتائج لا كانت ما كويسة. سابوهوش. طيب ومش هيسيبه طب غير حاجه بالله. ثانيه، طب ما تقارن كده النادي الصغير ده كابتن جمال المهندس فايز عريبي تقريبا، فايز الراجل المحترم ده بالظبط. مستشار اللي هو فايز فعلا زي ما بالظبط. محمد قال بالظبط. صمم على كان في دروب في الستارت بتاع طنطا، وهو كان من الجهاز يكمل الاداء الوقت يا كابتن عامل ايه؟ أيوة. والله 10 10 يا كابتن، كسب المصري والله برضه 10 كسب 10 وحتى ماتش الاهلي يا كابتن الاهلي كسب فيه اداء طنطا كان عامل ايه؟ كان هايل. ده الاهلي يا كابتن هو طنطا هو كان خسران كان بيضغط الاهلي. ايوه صح. فدي حاجه كنت لازم اقولها على الزمالك. النهارده المصري اداؤه مش بيخسر. كويس طبعا، هو لازم يخسر. انا عجبني جدا كابتن طارق ياسر، وحتى اتصلت بيه وباركت له. عمل جيم هايل، عمل تغييرات هايله. الكابتن حسام مش عارف عصبيته، وانا قابلته مره وحكيت له ده، مخليها مأثر على الاداء الفني او تغييرات الكابتن. يعني الكابتن حسام لازم يخف شويه، يركز في المباراه اكتر من العصبيه بتاعت ادائه. حصل حاجه كمان في المباراه دي، الحكم الرابع مش عارف هتيجي ولا لا. بس انا عايز كل التحيه الحكم هايل. لا الحكم هايل. لعمر. الحكم هايل. الحكم دوت. حكم هايل. لان هو بعد ما حسبهاش سمع في الايربيز اللي هو السماعه اللي على ودنه انها ضربه جزاء من الحكم الرابع. فعشان كده راح محاسبها. كان ممكن يقول لا مش هحسبها. لا بس انا يا كابتن عايز الاستاذ احمد يجيب الحكم الرابع. جابوا شفت الحكم الرابع. الحكم الرابع كان واقف على الخط. يعني كان واقف على الخط عمال يقول له ضربه جزاء. دي العصبيه اللي بقول لك عليها بتاعت بص حسن. انا مش عارف ليه. بص يا كابتن ايه ده؟ يعني ليه كده؟ عليه؟ ليه كده؟ لا اكنها تف عليه. اكنها كده. رجعها يا احمد كده، ترجعها تاني. لا ما بتفقش عليه يا كابتن، ما بتفقش عليه. لكن هو عصبيته اذا كانت ناحيه اليمين وناحيه الشمال حاجه غريبه جدا. هو المفروض المدير الفني ده يتميز هي كابتن. نشوفها بقى. لا ما تفش يا كابتن. لا ما تفش. بيكلمه بيقول له يا كابتن ظالمنا. بيقول له يا كابتن ظالمنا، عمرها ما حصلت. ودايما صح. ودايما الاداري طبعا اي مدير فني هيتشد في الطريقه ديت. يعني احنا بنعذر حسام لان لو اتحسبت على طول مش كانش هيتكلم. بالظبط كده. انما اتنرفز ليه؟ اول مره تحصل ان حكم رابع يبلغ الحكم، ودي اللي عمل مشكله في ماتش الزمالك والمقصه. لو كان الحكم الرابع بلغ جهاد جريشه انها فعلا ضربه جزاء، المشكله حسب كانت حلت، كان حسام سكت. انما حسام هنا النهارده بيقول له اول مره اشوفها، ازاي حكم رابع يحسب ضربه جزاء وانت في اخر الدنيا وهو قريب ما شافهاش. فدي طبعا من حق حسام يعمل كده. بس يا كابتن هو الاخطاء اللي حضرتك بتتكلم عليها دي هي مش في الكوره؟ هو طبيعي. يعني طبيعي جدا في الكوره. طيب ايه المشكله يا كابتن؟ يعني هو الافضل لحسام حسن انه يكون بالشكل حضرتك ده، عشان اول مره تحصل. انا بديله العذر ان اول مره حكم رابع يحسب من اخر الدنيا ضربه جزاء. وبعدين يا كابتن برضه فاهمني؟ يعني مثلا حكم حكم ساحه يحسب تسلل ازاي؟ مظبوط. ده المساعد الحكم هو اللي بيحسب تسلل. مظبوط. ازاي بقى في نص الملعب احسب تسلل؟ مظبوط. فعشان كده حسام يعني مستغرب ان حكم رابع قاعد في اخر الدنيا يشوف ضربه الجزاء والحكم ما شافهاش ولا المساعد. انا كمان كنت مستغرب ان هو الحكم بتاع الساحه وما شافهاش ازاي. ايوه عشان ممكن يكون زاويه الرؤيه مش شايفاه. لا كان الكابتن ده كان قدامه كده بالظبط. بس هو ممكن يكون يعني كان قاعد على المونيتور. الحكم الرابع ممكن يكون في مونيتور قدامه ممكن. لا بس انا وانا بتفرج على الماتش كابتن والله واضحه جدا يعني. ما واضحه لينا احنا كتلفزيون. بس ممكن الحكم ما شافهاش. واضحه لينا كتلفزيون. طب تفتكر خساره المصري دي على التوالي يعني خسر من طنطا؟ نشوفها. طب يا احمد. طب احمد شرباجي بيقول لي زاويه الرؤيه كويسه جدا. ما انا قلت حضرتك كده قدامه. زاويه الرؤيه كويسه. ما قلت لك يا كابتن هي قدامه بالظبط كده. زاويه الرؤيه كويسه. بص يا كابتن هو فين؟ بس يعني عايز اقول لك حاجه. الحكم اخطا واعاد خطا وبعدين نشكره عليها. ممتاز. نشكره عليها. برافو عليه. ممتاز طبعا. بص الحكم الرابع هو واقف في هو كابتن عليه. هو بيقول له ضربه جزاء. هو اللي نزل. هو بص يا كابتن فين؟ بص فين؟ كلمه اهو. دي اللي بقول لك عليها انا. على فكره رئيس الاتحاد الدولي اقر امبارح في مع اللي اسمها جمعيه العموميه للاتحاد الدولي ان ياخدوا بالفيديو. بس في الاهداف وضربات الجزاء بس.
بس مش هتعطل دي شويه يا كابتن لا، جمال؟ في الاهداف وضربات الجزاء مش في كل لعبه. اه يعني انت بيجي لك ضربه جزاء واحده بس بتظلم فيها، مظبوط. بيجي لك هدف واحد بس، انما مش كل الماتش، بالظبط. فممكن تعطل دقيقتين. مظبوط. انما مش كل لعبه، مش كل أيوة. لعبة. يعني خلاها اللي هي جوه ال 18 بس، أيوة. منطقه الجزاء. هيقولوا موافقين او مش موافقين. أيوة. يعني هو قالها وعرضها لا هو شكله هو الدورات عايزها الجاية. كده، هو عايز شكله كده، عايز التكنولوجيا فهو عايز تخش. كده دلوقتي بقت اللي عايزه الليدر، فكله هيوافق عليه بعده يعني ان شاء الله. طيب نخش يا كابتن محمد على دوري ابطال اسيا بقى. احنا دايما في استاد العرب بننتقل دايما ما بين الدول العربيه علشان البرنامج لكل العرب. في دوري ابطال اسيا تعادل استقلال طهران والاهلي الاماراتي 1-1. انت شايف النتيجه دي؟ النتيجه يا كابتن نتيجه عادله. الفرقتين استقلال طهران برضو فرقه مش قليله في ايران، دي لها هدف يا كابتن، دي لها هدف. والاهلي الاماراتي فرقه طبعا يعتبر من المصنفين في الدوري الاماراتي، فنتيجه يعتبر عادله يعني. والنتيجه واصلا الماتش ده بره في طهران. بالظبط. دي حاجه كويسه، حاجه كويسه الاهلي الاماراتي، فرقه النادي الاهلي الاماراتي طبعا. بالظبط يا كابتن، بالظبط. وفرقه متكامله وعندهم لعيبه كويسه قوي. بالظبط يا كابتن. من الفرق المحترمه يعني. ده الهدف التعادل. وشوف الجمهور الايراني قد ايه يا كابتن سيد، بحب الكوره جدا. بص الملعب وبص عندهم طفره يا كابتن في الكوره كويسه جدا ايران. الشيب يا محمد. بالظبط. هتشيب بعيده بالظبط كده. يعني يمكن تعادل بطعم الفوز بالنسبه للاهلي الاماراتي عشان بره ارضه، ف1-1 دي حاجه كويسه. كابتن سيد تعادل فتح السعودي مع خوزستان الايراني 1-1 برضه، بس ده بقى في ملعب السعوديه فانت ايه رايك؟ برضه تعادل كويس، تعادل ايجابي. هو بس في ملعب في ارض الفتح السعودي. كابتن الوقت المستوى العالي ده كابتن، او دوري ابطال اسيا او اوروبا الاول وبعديه افريقيا، ده الهدف الاول. ما فيهوش الوقت بره وجوه يعني حضرتك اتفرجت على ماتش الريال والبايرن، ما فيش بره، مفيش ملعب بره وجوه، هي الكوره حديث كلها كده. بس ليه احنا دايما يا كابتن سيد كابتن محمد بنقارن دايما باوروبا، وهم يعني اللاعب بميزانيه الدوله؟ ما عشان عايزين طب ما تدينا ميزانيه الدوله، ادي اللاعب ميزانيه الدوله وقارنا. لا ما تقارنش دي قضيه، لا دي قضيه كبيره جدا هنتكلم فيها يا كابتن. هنتكلم فيها. انا عشت في 10 ايام في البرازيل، انا في البراعم، وعشت 8 ايام في البايرن. انا عايز اتكلم حاجه زي دي. عشت معاهم. مع مين؟ مع فرقه البارسا الناشئين 9 سنين. حاجه يا كابتن، انا شفت حاجات نفسي احكيها لك على الهواء او بره الهواء. يلا على الهواء كده يا كابتن، بس بسرعه كده. شفت خلال ساعتين. شفت وحده التدريب الساعه ونص بتاعت محمد البارسا 9 سنين. انا كنت قاعد فوق، انا شايف يا كابتن تمرين النادي الاهلي، التحضير بتاع الاهلي في مصر عشان انا مصري. مش 9 سنين، 9 سنين الادوات والاجهزه وممنوع حد يقرب من الملعب خالص، والجهاز سبعه جهاز 7 لا اكنه الفيرست هنا طبعا. والله يعني انا شفت. يبقى ما نقارناش بقى. ما هقارن زي ما انا دي براعم يا كابتن جمال. عشان انت اسم كبير، عشان حضرتك تتبنى حاجه زي دي، لازم يا كابتن البراعم اللي عايز. نادي الزمالك ده فين الناشئين بتاعته اللي في الفريق الاول دلوقتي؟ البراعم دي والناشئين القطاع ده من 10 سنين فاتوا طلعوا كام واحد؟ 1 2 3. ايه يا كابتن؟ ده الاساس بتاع القطاع ده، اللي بيتصرف على القطاع ده فين هو؟ ايه الدور بتاعه؟ ليه؟ كل ده كابتن مهم جدا. هو ده الاساس. انيستا وميسي وتشافي وبوسكيتس كل ده من البراعم الناشئين يا كابتن. ده مهم. حتى ميسي قعدوا يعالجوه لا يا كابتن، ده عالجوه عشان هو ده النجم وبيعملوا عقد 10 سنين. ايه ده يا كابتن؟ ده احنا لازم نتعلم ونص. بنقول نجيب سيره ليه؟ عشان نتعلم، عايزين نتعلم. ان شاء الله نعمل حلقه خاصه على البتاع ده، لان فعلا الكره احنا عايز بس اقول للساده المشاهدين ان احنا اصلا بندفع فلوس المدربين واللعيبه. أيوة. احنا كعرب، لان احنا بنشتري الريسيفر وبنشتري أيوة. بندفع فلوس الشركه للشركه الراعيه الشركه الراعيه تدفع لهم فلوس. أيوة. الموضوع مظبوط، الموضوع صعب. طيب ماشي، يعني تعادل يعني كويس. فتح السعودي خوزستان الايراني. طيب كابتن محمد، الوحده الاماراتي كسب الريان القطري. نتيجه كبيره جدا يا كابتن، 5-1. نتيجه كبيره جدا طبعا على فرقه زي الريان القطري. من الفرق اللي هي معانا الاهداف يا احمد، الفرقه اللي هي بتنافس على الدوري القطري. فنتيجه مفاجاه ان الوحده الاماراتي يكسب 5. نتيجه كبيره جدا يا كابتن.
الوحده الاماراتي. بالظبط، يعني نتيجه كبيره جدا، خصوصا ان الريان الوحده بقاله كام موسم مش على الساحه، انما بالظبط. بدا دلوقتي يقف على رجله كويس قوي. بالظبط. بس كابتن الريان القطري يعني فريق يعني فريق كبير جدا في قطر، مفاجاه. يعني هو بصراحه مفاجاه كبيره جدا. خمسه كتير قوي الصراحه. هو في قطر في الريان والاخويه. الريان والاخويه والسد، يعني دول انديه كبيره من الانديه الكبيره بالظبط يعني. دي نتيجه غير طبيعيه. غير طبيعيه بالظبط، نتيجه كبيره كبيره كانوا جدا. خسرانين 1-0 الوحده بالظبط. وبعدين وكسبوا 5-1 بالظبط 5 يعني. تفتكر الملعب برضو زي ما انت قلت، الملعب في اوروبا كابتن سيد ما بيلعبش مع صاحبه، يعني انت بتلعب كوره بس. انما عندنا لسه في العرب انا هلعب بره. بالظبط طبعا. انا هلعب جوه. انا جايبه على ملعبي بالزبط. انا رايح ملعبه فايه تعادل كويس قوي. بالظبط. لسه لحد دلوقتي العرب لسه واخدين الحته دي. بس ده يا كابتن دور المدير الفني مش موجود يا كابتن في ده؟ لا يعني دور المدير الفني فين؟ موجود بس يعني مثلا فرقه زي المقصه، ايهاب جلال، ادائهم ايه رايك فيه بره ولا جوه؟ هايل. يبقى اذا لازم كمان نختار. ما هو جوه بره وجوه ايه اللي هو انا بلعب ملعبي او بره ملعبي. ما هو دلوقتي بقى كل ملاعب 6-7 ملاعب بيلعب فيها. بالظبط يا كابتن، ما عادش زي الاول كده مثلا خلاص يعني. اروح المحله في وسط الجمهور. لا بس وبعدين حتى يا كابتن دلوقتي الناس اللي موجوده اللي بيلعب بره ملعبه دلوقتي يا كابتن ما بقاش فيه جمهور. يعني النهارده حتى بداوا يسمحوا ب 20-30 واحد، برده مش هي الضجه يعني. بالظبط يعني حضرتك في المحله كان الاستاد على طول، المحل بيلعب اسمنت السويس زي ما بيلعب النادي الاهلي. الاستاد مقفول، جمهور عظيم صراحه. فكان في رهبه. انما دلوقتي يا كابتن المفروض احنا بقى نخرج من الحاله دي، زي ما احنا بنقول ان احنا بنبص لاوروبا وعايزين نقارن باوروبا. المفروض بقى خلاص يعني النهارده الاحساس ده لو جالنا برده الفرق اللي بتلعب في افريقيا يا كابتن زي الاهلي زي الزمالك زي سموحه، الاحساس ده لازم يخرج عنك خلاص، لان انت محتاج ان انت تكسب بره. ما عندناش الثقافه دي. لازم يا كابتن، لازم تبقى موجوده. ملاعب بيت فيست بتوع الجنوب افريقي كان وحش جدا البيت فيست، ورغم ذلك النادي مش عايز يهاجم، مش عايز يروح. بالظبط كده، عايز تخلي الثقافه تكسب. ما هو فرقه وحشه، بانت انها فرقه وحشه مش عايزه تكسب خالص. فانا اروح بقى انا اجيب جوه. ما عندناش الثقافه دي. عشان تتغير الثقافه دي عايزه مدرب يحس لعيبته، عايزه لعيبه تكسب مره واثنين وثلاثه، عايزه دورات كتير، عايزه ماتشات ودي نطلع بيها بره، نتغلب مره نكسب مره. لازم ناخد الايجابيات اللي بره يا كابتن ونتعامل بيها هنا يا كابتن. مظبوط. ايوه برضه ما زلنا في دوري ابطال اسيا وتعادل لوكوموتيف تاشكند مع التعاون السعودي 4-4. نتيجه عامله ايه يا كابتن؟ طبعا تعادل، بس طبعا اهداف 8 اهداف في مباراه. اكيد المباراه كانت مفتوحه جدا يعني. فرقتين اكيد طبعا ما حدش فيهم كان بيلعب على التعادل، نتيجه ان الفرقتين بيهاجموا بشكل كويس، وده اللي ادى ان يبقى فيه 8 اهداف في المباراه. يعني اكيد مباراه كانت كويسه جدا يعني. احنا كنا بنسال الكابتن سيد على لوكوموتيف تاشكند الاوزبكي، انما قال لي الكابتن محمد سافر كتير اوزبكستان. عشان كده الكابتن محمد انا سالته على الهدف ده هو اللي قال لي في المربع ده الهدف الاول هدف مارادوني، واخدها من نص الملعب، غزل الفرقه كلها حطها جول. فجول حلو جدا جدا يعني، من الاهداف الجميله. بص منين يعني، ده لاعب التعاون طبعا. بص 1 2، بص الثالث الرابع وفي البعيده ما شاء الله. هدف على فكره. دربت نادي التعاون في السعوديه دوت، وكان بينافس على الهبوط، وبعدين رحت الموسم اللي بعديه طلعنا المركز الثالث. كان ساعتها طلع النادي اللي في المدينه، نادي احد، طلع هو الدوري الممتاز. وبعد كده انا مشيت ثاني سنه، طلع عملت لهم فرقه كويسه الحمد لله، طلعوا الدوري الممتاز وبينافسوا اهو في دوري ابطال اسيا. ما شاء الله ما شاء الله. دايما بصمه حضرتك بتبان، دايما بصمه حضرتك بتبان على الفرقه. التعاون من الفرق القويه، عنده جمهور عالمي، جمهور جامد، عنده ملعب كويس جدا. من الفرق القويه يعني، بدات تنافس على الدوري، خد الدوري يعني، خد الدوري. تخيل يعني ميزه السعوديه ان الفتح ياخد الدوري. بالظبط، الاتحاد ياخد الدوري، الاتحاد ياخد الدوري، الاهلي الهلال الشباب كل الفرق. مش عايزين ننسى حد عشان هم هناك بيزعلوا قوي. فدي ميزه برضو فكمان هدف ماتش زي دوت. اولا هي بتسعد الجماهير طبعا، بس ما بتسعدش الجماهير اللي في ارضها. طبعا زي ماتش الاهلي والاسماعيلي لو حضرتك ذكرت 4-4 الدوري ده من الاهلي طبعا. اي نتيجه اسعد الجماهير، بس ما اسعدش الاهلي طبعا.
لا بس هيسعد جماهير مش اهلي بس، ده مش اسعد جماهير زمالك، لا ده اسعد الجماهير المصريه كلها. المباراه كانت كبيره جدا جدا المباراه يا جدا. كابتن حتى جمهور بس الاهلي كان الأهلي مستمتع لا. بالمباراه. طبعا. مستمتع بس طبعا. زعلان طبعا كان عايز ياخد الدوري كابتن ضاع. الدوري ضاع. وخصوصا ساعتها كابتن الاسماعيلي خد الدوري. طبعا. وخصوصا الاسماعيلي يا كابتن، يعني انت طبعا. عارف الاهلي والاسماعيلي دايما بيبقى أيوة. المباريات بتاعتهم مباريات كبيره. ايوه. فطبعا اهداف حاجه جميله جدا. لسه برضو احنا في دوري ابطال اسيا وفوز العين الاماراتي على ذوبهان الايراني. عايزين اسماء ذوبهان الايراني. هو كابتن لا هو الكابتن يعني العين المكسب المصري. 3 لا شيء، حاجه جميله لا، هو الفرقه العربيه بتكسب وتتعادل مع لا الفرق. انا يا كابتن حضرتك من شويه اتكلمت على الدوري السعودي وانا كام على الدوري الاماراتي، الاثنين يا كابتن دوريين محترمين. ايوه طبعا دوري اتفضل. محترمين. وحضرتك قلت ان السعودي اللي فاز الفتح الهلال الاتحاد، نفس الحكايه طبعا العين دوري الأهلي، دوري محترم. يمكن يكون فارق عننا هنا يا اسمه كابتن دوري الخليج. الدوري الخليج. أيوة. دوري الخليج الاماراتي. دوري الخليج العربي. يهيأ مستاهل يا كابتن. دوري محترفين. الجماهير فارقه شويه في الاداء عننا طبعا. تقريبا. طبعا. هو ده اللي خلاهم عدونا بخطوتين ثلاثه. انا بتمنى الناس دي يا حتى كابتن في بقى، الماتش. السعوديه بيحضر 60 70 الف متفرج. كابتن الناس دي وفي الامارات بيحضر 30 40 الف. أيوة. الناس دي يا كابتن بصت بقى على الحاجات الايجابيه اللي في اوروبا وجابتها عندها، وجابوا ناس مسؤولين عن المنظومه في الدوريات الاوروبيه. طبعا. وبداوا يطبقوا الحاجات دي عندهم يا كابتن. طبعا. عشان كده يا كابتن بقينا نبص على الملاعب في الامارات وفي السعوديه طبعا. وشكل الجمهور والمنظومه كلها بقت منظومه احترافيه يا كابتن. طبعا. نتمنى يعني الدوري المصري ان بص احنا يعني بص عموري تقدر تعد لنا الهدف دوت. لعيب كبير. عموري طبعا. بص الهدف ده بقى هدف مارادوني برضه. لعيب خد كبير. الكوره غزل كل من قبله وحط الكوره في جول حلو قوي. هدف مارادونا يا كابتن. مفيش حاجه هدف جميله. مستوي مع مارادونا. مين؟ ميسي. ايه رايك؟ ايه رايك كويس ولا طبعا ميسي. ده فاز. عموري طبعا غزل حابب كل الناس وعيب الاخر أسمع كانها ضربه جزاء. لاعب كبير. يمكن بص احنا كنا زمان ايامنا انتوا لسه شباب كنا بالظبط. رايح نلعب في الامارات وفي السعوديه كنا بنلاقي بيحطوا عربيات دعايه للجماهير اللي هيجي يعملوا سحب ياخد عربيه. فكان في 3 4 عربيات، عربيتين ورا الجول وعربيتين في النص. فعلشان الجمهور يجي دلوقتي مش محتاجين العربيات، الجمهور طبعا. بيروح الجمهور وحب بيروح حب الانديه وبقى دلوقتي. بس هو بص هو الهدف منين، بص الهدف منين اتلعبت. على فكره محمد عبد الرحمن يعني عمر عموري اللي جاب الهدف ده ومحمد جاب الهدف الثاني. بص غزل زي ما شاء الله ما شاء الله. خلاص كده كان ضربه جزاء حطها صح كويس. شاط على الارض برضه يا كابتن، شاط على الارض. لا عموري لعيب كويس قوي قوي قوي. كبير. واخوه محمد عبد الرحمن لعيب كويس بس عموري واخد كل حاجه. طبعا. عشان عموري اشول عشان بس محمد بس ايه الدفاعيه عنده زايده شويه. زايدة شوية. وده شوال ومهاري جدا. يعني أشول لو ومهاري تشوف جدا. الهدف الثاني هم عاملينه، هم الاثنين عملوهم مع بعض. لعيب كويس يعني كويس هو جداً اغلى لاعب في الامارات. طبعا. ونادينا كتير قوي باحترافه في اوروبا. لا وبيعرف. بس بيقول لك انا باخد في الامارات ومرتاح في النادي العين. او ده الهدف الثاني. بص محمد عبد الرحمن برضه غزل كويس وحطها في قريبه. بص شبهه بالظبط. شبهه. انت عارف هم 3 توأم. ثلاثة توأم. 3 اخوات توأم. بس الثلاثه يا كابتن انت الثالث فريق في نفس الفريق؟ لا مش نفس الفريق. لا مش نفس الفريق. مش فريق واحد لا. بس بيتجمعوا في المنتخب بس مع هو بعض. عمور يا كابتن اعلى شويه في المهاره. في المهاره وعلى الجون بعديها بيعرف يجيب جون كويس قوي يا كابتن. اذا كانت زاويته شمال او يمين بيعرف يتصرف في الكوره ويجيب جون كويس جدا جدا. فهو مهاريا اعلى من اخوه. طيب بقى ننتقل بقى لدوري كاس الملك الامير فيصل بن فهد. تعادل الهلال والنصر طبعا في السعوديه برضو. تعادل الهلال والنصر 2-2. الهلال والنصر. الهلال والنصر دي طبعا ديربي قوي جدا. قوي جدا يا كابتن. الهلال والنصر، الهلال والاتحاد، الهلال والشباب، يعني دي ديربيات. بس تعادل الهلال والنصر ده ديربي 2-2. مباراه قويه جدا يا كابتن. شالت برضو 4 اهداف واعتقد ان التعادل ده اكيد في ماتش تاني تقريبا. ما هو ده الكاس بيبقى ماتش وماتش. اكيد الماتش على الماتش على ملعب على ملعب الهلال. بس في السعوديه ما فيش بقى حاجه كده. لا كابتن ما فيش كده. ده النصر الهدف الاولاني من نادي النصر. بص احنا دلوقتي لما نشوف تيشيرت النصر نعرف طبعا ركزوا على اللون الواحد. طبعا زي الاهلي والزمالك دلوقتي. الاهلي اي حد لابس احمر يبقى اهلاوي في مصر. حتى في الدول العربيه يقول لك مصر مصر خلاص. اي حد لابس ابيض احمر يبقى الزمالك. الاهلي الميزه ان انت تثبت التيشيرت بتاعك يبقى معروف على مستوى زي برشلونه دلوقتي. بالظبط في تيشيرت برشلونه في اي حته تشوف انت برشلونه بالظبط. ريال مدريد هو ده ريال مدريد. يعني حاجه ده طبعا تيشيرت النصر اللي هو الاصفر مع الازرق. ده كانوا 2-0 ولا الله التكتيك جميل حلو قوي. هم كانوا 2-0 يا كابتن. 2-0 وبعدين اتعادلوا 2-2.
بزعل قوي المتابعه كابتن، المتابعه بتاع المهاجم بتكون فرقه كبيره يا بس كابتن. انا متابعه شايف كويس جدا. شايف الملعب ملعب مش ملعب، ده ملعب الهلال ده ده مش ملعب الهلال يا الاستاد، كابتن. مش الاستاد، ده الملعب. لا ده الملعب. تعادل كده 1-1، ابتدي 1-1 وبعدين 2-1 وبعدين تعادل. انا بحسب 2-0. من اقوى الفرقتين في السعوديه. طبعا يعني طبعا عندهم جماهير طبعا قوي قوي جدا. طبعا. يمكن يعني ننتقل من تونس على من السعوديه لتونس، وتعادل الصفاقسي والافريقي 1-1. الافريقي يعني احنا عارفين ان الافريقي من اكبر جمهور في تونس طبعا. ولكن مختفي عن الساحه بقاله 4-5 مواسم افريقيا ومحليا. انه بدا يظهر الموسم دوت ما شاء الله لا، من الافريقي السنه اللي فاتت يا كابتن. من الموسم اللي فات. من الموسم اللي فات اداؤه جيد جدا. اداؤه جيد جدا، والماتشات دي كلها انا يعني انا بتمنى انها تبقى مذاعه عشان نتفرج عليها. ماتشات قويه جدا زي اهلي وزمالك واهلي واسماعيلي. طبعا ماتشات قويه جدا جدا الدوري جدا. في تونس دوري قوي جدا. الدوري التونسي يا كابتن دوري قوي جدا جدا جدا. وبالتالي المنتخب هو اللي المستفاد، لكن لا، ماتشات هايله، ودوري من الدوريات المحترمه. الدوري التونسي اقوى من الدوري المغربي كمان يا كابتن، واقوى من الدوري الجزائري. بيتعادل برضه مع الصفاقسي. وبرضه يا كابتن هقول لك حاجه في الدوري التونسي مأثره على مستوى الدوري التونسي. المدربين بتوع التونسيين مدربين شاطرين جدا بالظبط، دارسين متعلمين بالزبط. حتى هتلاقي في مصر، في المغرب، في الجزائر، في السعوديه هتلاقي بتاع مدربين احمال، مدربين توانسه يعني بالزبط. دي هم شاطرين جدا والكابتن حسام بدل الراجل اللي جابه ده هو اشتغل معاه في ليبيا. الراجل اللي جابه ده هم شاطرين يا كابتن توانسه جدا جدا. هم على مستوى الدول العربيه ما شاء الله التوانسه ما شاء الله منتشرين طبعا ما شاء الله ما شاء الله. انا كان المساعد بتاعي هناك في السعوديه في نادي الحزم وفي نادي التعاون تونسي، والعلاج الطبيعي تونسي برضه. بالظبط، هم بص الهدف ده، بص لمين الله حلو قوي. لا دوري قوي، بص الجمهور كمان عامل زي رحنا نلعب نلعب في تونس او الجزائر او المغرب، الدب على المدرجات ده بيخلينا ايه طبعا الجمهور ما بيعملوش حاجه، بيدبوا بس تحس ان انت قاعد في زلزال. بس انت كابتن طول عمر منتخب مصر انتوا كلاعيبه كبار زمان يعني فعلا بنخاف من الماتشات دي. طبعا فعلا طبعا شرق اسيا، شرق افريقيا، اقول لك بس كاهلي وزمالك ومنتخب، بس المنتخب ما بنخافش قوي. الحمد لله منتخب احنا برضو عالينا عليهم اخر ايامنا الحمد لله. انما كان اللعيبه اللي تونس والمغرب والجزائر عاملين زينا، ما بيودوش لعيبه تحترف زي افريقيا. بتوع افريقيا بيودوا لعيبه تحترف بره فيرجعوا المنتخبات. تونس والمغرب والجزائر ومصر ماسكين على الدوري المحلي قوي. فعشان كده كنا بنخاف منهم، لان هم لعيبه كويسه ما بيحترفوش. لما في افريقيا بيحترف، تلاقينا بنكسب مثلا في افريقيا الصم 5 و4، لان بيبقى اللي بيحترف بيمشي والوحش اللي هو بيفضل موجود اللي هو البديل. فعشان كده كنا بنشيل همهم ان هم ما بيبعتوش اوروبا زينا بالظبط. عشان كده كان الماتش بيبقى حساس شويه. فده كان ماتش طبعا صفاقسي طبعا بقاله كام موسم هو اللي على الساحه طبعا. طبعا في الدوري التونسي فرقه كبيره جدا، والترجي بدا كمان الترجي والصفاقسي والافريقي. هو دوري قوي، فرق قويه جدا، هو دوري قوي جدا جدا، دوري قوي جدا. فالدوري المغربي فوز الوداد على الرجاء 1-0 برضه طبيعي طبعا ديربي طبيعي جدا. الوداد والرجاء، الوداد المغربي والرجاء المغربي بالظبط. بس الوداد هو الاقوى يا كابتن، وانا اصلا يعني بتمنى التوفيق للاهلي وقلقان منه جدا، قلقان من الوداد جدا على الاهلي، قلقان جدا جدا جدا. فرقه محترمه جدا. وفي معلومه كده في مجموعه الاهلي يا كابتن، الاهلي في القطن الكاميروني وهو معاه في المجموعه. ده الهدف بتاع الوداد. هنتكلم على القرعه دلوقتي بس بعد ما نشوف الهدف. لا فرقه ديربي المغرب في القرعه كلها اقوياء طبعا بصراحه. طبعا الدوري هيبقى الاربع مجموعات يا كابتن. ايه ده بيضربوا ده ولا ايه؟ لا ده هزار بقى يا كابتن، يعني هزار والله هزار بتاع الجون يعني مثلا يعد 10 ايه ده هزار بتاع الجون يعني احنا بنشوف بيضربوهم على الراس يعني ده بيديله بالبنيه زي الملاكمين. لا في جوان كده يا كابتن لازم اللي جابه يتضرب محبه. طبعا لا كده ما اجيبش جوان. لا انت جبت جوان كتير بقى لا عشان ما اتضربش. ده بص ضربه جامد جدا. بس برضو لسه ما زال الجمهور العربي
يعتبر من الجماهير اللي فعلا طبعا بتحس بتدي لعيبتها. روح يا طبعاً كابتن، بتدي روح. طبعاً. الجمهور العربي كوره بيدي روح ثابته برضه طبعاً. ان شاء الله كوره كويس. يا كابتن الماتش الاخير بتاع الزمالك ده بتاع جمهور 5 بوسعيد هناك مليان مرة. إزاي؟ بالظبط. الاساس فيه كان الجمهور، الاساس في نتيجه الزمالك اما خسر 5 الاساس الجمهور، الجماهير. فعلا لعبه طبعا 12 الجماهير لما بنتكلم في 20 دقيقه طبعا. الفرقه تجيب جون، والجماهير من قبل الماتش بساعتين لغايه احداث المباراه كلها. لا يا كابتن الجماهير ليها تاثير جامد جدا. انا بتمنى حتى في ماتشات افريقيا الجايه دي، بمناسبه حضرتك هتتكلم عن المجموعات، يعني ان الجماهير الاتحاد الكوره او الامن المصري بنترجاه يزود الجماهير شويه، بنترجاه ان شاء الله باذن الله آه. يزود. على فكره في رساله جت من الكابتن احمد شاهين من بني سويف، بيسلم عليك يا محمد، كابتن أحمد شاهين بيسلم طبعاً. عليك يا كابتن سيد، حبيبي طبعاً. والحاجه حاجه رجاء عبد الحميد برضو بتسلم عليكم وبتقول لكم منورين. الله نروح بقى لقرعه دوري ابطال افريقيا أيوة. واللي فيها مشوار الاهلي والزمالك والفرقه العربيه. نتمنى ان شاء الله الفرقه العربيه كلها تصعد الادوار النهائيه باذن الله، إن شاء الله. واي حد بياخد البطوله مش مشكله يعني يمكن المجموعه الاولى النجم الساحلي. بتضم المريخ السوداني والهلال السوداني والنجم الساحلي وفريق موزمبيقي. 4 فرق فيهم عندنا هنا الهلال السوداني والنجم الساحلي والمريخ السوداني، 3 فرق عربيه. اما المجموعه الثانيه بتضم كابسي يونايتد الزيمبابوي واهلي طرابلس ادي 1، اتحاد العاصمة. اهلي طرابلس طبعا الليبي واتحاد العاصمه 2 والزمالك المصري 3 فرق برضه. بس مجموعه 3 فرق يعني المجموعه دي المجموعه الاولى 3 فرق مريخ والهلال والنجم الساحلي بالظبط. تفتكر مين؟ عاجبني مجموعه الزمالك. انا كمان اتفضل. كمان يا كابتن الزمالك يا رب. انا كواحد مستمتع بالكره المصريه، وانا مش عايز اقول أنا بنتمي لده ولا لده، ولكن الاهلي لما يمشي كده لوحده والزمالك يقع يا كابتن، صدقني مش مصلحه الكره المصريه. الدوري كمان بقى فاشل. ان ما تقوليش او كل الناس تقول لي المقصه بنفس الاهلي، بجد الكلام ده هزار. لو 10 اللي بيقول كده بيهزر. 10 نقاط بين المكان والله كابتن جمال حتى لو منافسه، حتى لو مش 10 حتى لو مش 10 حتى لو 3 بونت حتى لو 4 بونت، هو الاهلي ياخد دوري مش المقصه. المقصه الاهلي مش هو يعديه. فانا بتمنى الزمالك بالمجموعه دي، المجموعه في افريقيا سهله، ان الدوري بالنسبه له انتهى 100%. فيركز بقى يركز في افريقيا. يركز فيها، تكون بدايه كويسه، وخصوصا ان المجموعه مش جامده مش قويه زي مجموعه الاهلي يا كابتن. طيب المريخ السوداني والهلال السوداني والنجم الساحلي وبطل الموزمبيقي، انت شايف المجموعه ديت؟ انا شايف المجموعه دي يا كابتن طبعا هيبقى فيه الهلال السوداني والمريخ السوداني، طبعا فرقتين من بلد واحده. برضه القرعه ظلمتهم بالظبط، ظلمتهم بصراحه يعني. لكن انا شايف حظوظ النجم الساحلي والمريخ السوداني في المجموعه دي يا كابتن. المجموعه الثالثه سان جورج الاثيوبي وفيتا كلاب الكونغولي والترجي التونسي وسان داونز الجنوبي. طبعا عندنا الترجي التونسي وقع مع 3 فرق افريقيه. سان داونز طبعا من الفرق القويه اللي هي بطله البطوله. بس الترجي ان شاء الله يكون ان شاء الله. وسان جورج الاثيوبي فرقه كويسه جدا. وفيتا كلاب دي فرقه محترمه جدا. حلو. انت شايف ان ممكن الترجي ان شاء الله بنسبه 60% هو اللي يعدي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الترجي باذن الله، او بانتمائي كوني كعربي. عشان برضه هو معاه فرق قويه، المجموعه فرق جامده. طيب المجموعه الرابعه كابتن محمد بتضم زاناكو الزامبي والقطن الكاميروني والوداد المغربي والاهلي المصري. يعني برضه مجموعه قويه، مجموعه طبعا قويه جدا. الاربع فرق يا كابتن بيلعبوا على بطوله. يعني المجموعه فعلا الصراحه يعني جت الصدفه ان 4 فرق بيلعبوا على بطوله. الاهلي طبعا بطل افريقيا والوداد والقطن وزناكو، فاعتقد ان المنافسه هتبقى قويه جدا. بس ان شاء الله باذن الله اتمنى ان الاهلي المصري والوداد ان شاء الله المغربي يصعدوا باذن الله ان شاء الله. في معلومه كمان يا كابتن هنا، معلومه الاهلي اما بيشترك اما القطن الكامل يشترك في المجموعه مره واثنين وثلاثه الاهلي خد البطوله بالظبط. واما الوداد اشترك مع الاهلي ما خدش البطوله. فبتمنى ان يكون القطن الكاميروني، بتمنى ان يكون وشه كويس على الاهلي وياخد البطوله ان شاء الله، وخصوصا ان ده بادائه الوقتي او بقوه الاهلي الوقتي محتاج ده ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني الوقت جري معاكم بسرعه قوي. لا ما الوقت انا مش حاسس. لا ما حسيتش بالوقت. لا احنا اتفقنا. احنا اتفقنا خلاص. ان شاء الله. كابتن محمد بشكرك جدا جدا، نورتنا. شكرا يا كابتن جمال، وكنت مبسوط بوجودي مع حضرتك ومع كابتن سيد، وبتمنى تكون الحلقه عجبت الساده المشاهدين ان شاء الله. باذن الله. كابتن سيد بشكرك جدا جدا على حبيبي المتعه اللي انا عشت فيها. انا والله سعيد جدا بوجودي مع حضرتك، بس ما اعرفش ان انت تملك خفه الدم بالشكل ده. سعيد جدا جدا بيك مع كابتن محمد ومع الاستاذ احمد شرباجي، راجل محترم، ده مخرج محترم جميل ده. وانا بشكركم واسيبكم الفقره الثانيه مع الكابتن ناصر تامر
تامر ناصر. اشكركم وان شاء الله باذن الله تكون فقره جميله الفقره الثانيه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.